كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. خلاص رمضان بقى إيه بيخلص معانا، بيخلص معانا بسرعة جدا. وايامه معدودة فعلا ومش بنحس بيها. فكل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا الايام بخير يا رب. هنا هنعمل بقى مع بعض البسلة بالجزر. معايا هنا حوالي 3 جزرات او 4، بنبدأ نقطعهم اهو. انا طبعا معايا كيلو بسله. كيلو البسله ممكن نحط له نص كيلو جزر، يعني نص كيلو جزر هيبقى حلو قوي على كيلو البسله. هنا قطعت الجزر معايا كله زي ما انتم شايفين كده معايا. وطبعا انا فصصت البسله برضو وحطيتها في الميه. بعد ما بفصصها بحطها في الميه، وحطيت الجزر برضو في الميه. هنبدا بقى نقطع البصل مع بعضينا. هقطع البصل وهبدأ ان انا هخلي البصلة تدبل بس كده. انا حطيت هنا معلقة من السمنة وشوية من الزيت. مجرد ما البصلة تسخن معايا وتدبل معايا، هبدأ بقى ان انا هنزل بيه البسلة والجزر بعد ما غسلتهم كويس اهو. هديهم تشويحة كده مع البصل. بعد ما قلبت البسلة مع الجزر كده وبدأ لونه يغير معايا شوية، هبدأ بقى هنزل بالصلصة. معايا 3-4 معالق كبار من الصلصة او 5 معالق. انا حطيت 5 معالق من الصلصة. طبعا بتحطي الكمية اللي انت عايزاها من الصلصة، او لو ما عندكيش صلصة دي صلصة جاهزة اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض قبل رمضان. معايا هنا معلقة كبيرة من الكزبرة. طبعا انا مش هحط ملح عشان انا هستخدم شوربة بط، فهي الشوربة فيها ملح. تمام. فانا هنا مش هحط اي ملح خالص. طب لو ما عنديش صلصة بستخدم ايه؟ ممكن استخدم عصير طماطم، بس بسيبه يتسبك مع الجزر والبسلة شوية على النار. بسيبها تتسبك وبعد كده ببدأ انزل بيه الشوربة، يعني بزود الشوربة بعد ما الطماطم تتسبك معايا مع البسلة والجزر. تمام. هبدأ بقى هنا ايه هنعمل مع بعض الرز بالشعرية حلو قوي. انا سايبة طبعا البسلة على النار التانية اهي بتستوي معايا. وهنعمل بقى الشعريه بالرز. معايا معلقه من السمنه واحط شويه شعريه كده حلوين، وهبدا اقلبهم لحد لما ياخدوا معايا اللون الغامق اللي انتوا شايفينه معايا كده. وبعد كده هبدا هنزل معايا بالرز. هدي الرز تقليبه كده بس مجرد انه بيسخن مع الشعريه، وبعدين هنزل بالشوربه. طبعا بنغطي الرز بالشوربه مسافه كده اعلى من الرز بشويه، يعني مسافه عقله الاصبع كده عشان الرز يستوي معايا. اول ما الرز يبدا يغلي معاكي، يعني الشوربه طبعا بنستخدم شوربه تكون مغليه وسخنه، ما نستخدمش شوربه بارده عشان الرز ما يطلعش معجن معاكي ومش حلو. نستخدم شوربه سخنه معايا وتكون كمان مغليه عشان ايه يطلع الرز مفلفل معاكي وحلو. وهنا بقى البسله اهي زي ما انتم شايفين لونها تحفه جدا بعد ما استوت معايا. ومعايا هنا الرز بالشعريه، وعملت جنبيهم كده طبق سلطة. طبعا انتوا عارفين السلطة حلوة قوي في رمضان، وده عصير البرتقال اللي انا عملته معاكم. وفي فيديو هنزله لكم في فيديو وحديه عصير البرتقال. بس كده يا رب يكون بقى فطارنا عجبكم، وده كان فطارنا يوم كده في رمضان. حبيت ان انا اصوره معاكم واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء.